هلو ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم عن الجزء الثاني من رفايع العروسه المهمه والعمليه. لو لسه ما شفتيش الجزء الاول هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن وفي اول تعليق مثبت. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تعملي لايك كده تشجعيني، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك باقي السلسله وباقي الاجزاء، وتعملي اشتراك في القناه. اول حاجه هنتكلم عنها هو المضرب اليدوي. انا جايبه منه 3 انواع: النوع الستانلس، والنوع السيليكون، والنوع اللي هو بيضغط عليه ده بيعمل فوم نسكافيه بقى، بتعملي بيه بيضه بيضتين الكلام ده كله. بس انتي مش ضروري تجيبي ال3 انواع دول، ممكن تجيبي بس نوعين، اللي هو السيليكون. ده بتستخدميه كتير جدا في الحلل التيفال والجرانيت والسيراميك، فده بيبقى خطير الصراحة. وده بيبقى موجود يعني لو انت جبت الطقم بتاع السيليكون الكامل ده، فمش محتاجة انك انت تشتريه. يعني واحد استانلس عشان المعجنات والحلل الاستانلس وكده، الاتنين ليهم استخدامات مختلفة، فلازم يكونوا عندك في الجهاز. فدول مهمين جدا ولازم تجيبيهم الصراحة. يعني مفيش ولا واحد فيهم هتقدري تستغني عنه. لكن التالت اللي انا جايباه ده اللي احنا بنضغط عليه، لا ممكن نستغنى عنه عادي. تاني حاجة المبشرة، جيبي 2، واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. الصغيرة هتعملي بيها مثلا طماطمايه كده في السريع، مثلا عايزة تبشريها بسرعة، بصلاية صغنونة كده عايزة تبشريها، تومايه تومتين عايزة تبشريهم بسرعة. دي الصغيرة هتنفعك في الحاجات السريعة واللي انت عايز تعمليها بسرعة، احسن ما تطلعي الكبيرة دي. لكن الكبيرة دي بقى بتعملي بيها كميات، كذا بصلة، وفيها كذا احجام، بشر صغير بشر كبير الكلام ده كله، فيها كذا شكل يعني. بتعملي بيها بطاطس شيبسي، فدي هتحتاجيها ودي هتحتاجيها، الاتنين هتحتاجيهم. فانتي شوفي يعني افضل نوعين. في نوع جديد نازل كده بيعمل السلطة مربعات في ثواني، فده لو لقيتيه لا جيبيه. تالت حاجة بقى هنتكلم عليها هي المصفى بتاعة الزيت دي، اللي بتطلعي منها الحاجة من الزيت. دي الصراحة جميلة قوي. دي بطلع بيها البطاطس والسمبوسة، اي حاجة بقليها في الزيت بطلعها بيها، بتطلعها له بتصفي الزيت في ثواني يعني. عصارة الليمون جميلة وعملية، بس جيبي اللي هي ستانلس زي اللي انا جايباها دي، عملية قوي قوي قوي، احسن مليون مرة من البلاستيك. البلاستيك بتبوظ ومش حلوة. وفي نوع برضو ستانلس، بس بيبقى ايه، بيبقى زي اللي هو بيبقى لازق في بعضه او ملحوم في بعضه، ده مش حلو خالص. جيبي اللي هي زي بتاعتي دي اللي كلها ستانلس في ستانلس، الصراحة جميلة قوي وعملية جدا وحلوة، ويعني استخداماتها كتير وما بتبص منك. هرسة البطاطس الصراحة تحفة جدا وبتسهل عليا جدا جدا جدا. في منها نوعين زي بتاعتي دي، وفي منها الستانلس، الاتنين حلوين، شوفي اللي يريحك. انا ساعات بعمل بيها بابا غنوج، وبعمل بيها بطاطس، بعمل بيها حاجات كتير يعني، ليها استخدامات كتير. بس انتي بقى الانواع شوفي اللي يريحك فيها. مدق البفتيك ده جميل وعملي، بس انا عملت غلطة وانا بشتريه. بصي هقولها لك عشان ما تعمليش ايه زيي. جبت اللي هو فيه سنون من ناحيتين، اللي هو فيه سنون صغيره من الناحيه دي وسنون كبيره من الناحيه دي. بس انا كان المفروض ان انا لما اجي اختار اللي هو فيه سنون من ناحيه، والناحيه التانية تبقى فاضيه ما فيهاش سنون. وشوفي بقى في منه نوعين، خشب والاستانلس. الاستانلس ده الصراحه كان معايا تحفه، شوفي اللي يريحك. بتاعه تشكيل البرجر دي تحفه، وبتعمل برجر في البيت يعني، يعني بعمل بيها قصدي البرجر في البيت وكده، فلا جميلة جدا. انتي لو بتعملي برجر في البيت وحابة انك انتي تخوضي التجربة دي، جيبيها. لو انتي مش بقى بتحبي تعملي برجر والكلام ده كله، فما لهاش اي لازمه ما تجيبيهاش. كنكه القهوه دي بقى مهمه قوي، مهمه في القهوه، مهمه في انك انتي تعملي فيها كاكاو، تسخني فيها لبن، بتعملي فيها حاجات كتير قوي. انا جايبه الطعم اللي هو الستانلس ال3 مقاسات دول، الصغيره والوسط والكبيره، والصراحه ال3 بستخدمهم. في منها نوع تاني اللي هو الجرانيت، بس انا بفضل الستانلس لانه بيعيش اكتر وعملي. الجرانيت بيقشر وبيبوظ. وبس كده هنكون خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو اعملوا لايك واشتركي في القناة عشان تشوفي الجزء التالت، وقوليلي في الكومنتات عاوزين اتكلم عن ايه تاني يخص العروسة. وتابعوني على الانستجرام والتيك توك، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن تحت. اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.